اي حد بيجي يكلمك عن الغاز الطبيعي بتلاقيه خايف جدا من فكره اسطوانه، يقول لك اسطوانه بتاعت الغاز اللي راكبه في العربيه من ورا دي خطر جدا. والحقيقه ان الاسطوانه دي لو انت خايف منها فانت من باب اولى ان انت تخاف من تانك البنزين اللي موجود عندك في العربيه ورا. اولا الاسطوانه دي من سبيكه واحده، فمفيش فيها اي لحامات او اي حاجه تخليك تخاف انها تضعف او لا قدر الله يحصل فيها اي انفجار ولا اي حاجه. تاني حاجه السبيكه دي اللي معمول منها الاسطوانه ضد الرصاص وبتستحمل ضغط كبير جدا، اكبر بكتير من ضغط الغاز اللي موجود جوه الاسطوانه. والاسطوانه كمان راكب فيها انظمه امان كتير جدا، يعني هي لو حصل اي مشكله في الضغط او حصل فيها اي تسريب الاسطوانه نفسها بتمنع مرور الغاز من بقيه المنظومه اللي موجوده في العربيه. لو لا قدر الله حصل اي حريق او صمام الامان اللي موجود فيها بيسرب الغاز بالكامل بره الاسطوانه وبعيد عن العربيه عشان ما يحصلش اي مشاكل من مشاكل الحريق اللي ممكن تحصل في العربيه. وعشان كده هتلاقي اسطوانات الغاز الطبيعي اللي موجوده في العربيات بقالها سنين طويله جدا، ومئات الالاف من العربيات اللي موجوده في مصر بتشتغل بالغاز الطبيعي، وعمرنا ما سمعنا عن اي مشكله من المشاكل اللي بتحصل في الاسطوانات اللي الناس بتقعد تتكلم عن خطورتها دي. وكمان في عندك فحص دوري بيحصل على الاسطوانه، وكل 3 سنين الاسطوانه اللي موجوده في عربيتك بتروح شركه كار جاز عشان خاطر يتاكدوا ان هي سليمه ومفيش فيها اي مشكله، ولو فيها اي مشكله بتستبدل عشان تبقى دايما حاسس بالامان. بس كده، لو بتفكر تحول عربيتك للغاز الطبيعي روح اي مركز من مراكز التحويل بتاعت كار جاز، هتعرف كل التفاصيل وهتقدر تحول عربيتك للغاز الطبيعي خلال ساعات قليله.